نفسي النادي الاهلي وكل الانديه الرياضيه تبقى بتحترم رغبه اللاعب. زي ما انت بتطالب اللاعب ان هو يحترم التعاقد، احترم انت كمان رغبته. زي ما جه هو تعاقد معاك برغبته، ما تعاقدش معاك غصب عنه. فلما يعوز يرحل، هو مش يعني هو ولا هيشتغلك ولا هياكل حقك، ولا لما هيمشي يبقى هو كده جه عليك، ولا يعني انت تقدر تنهي العقد برضو بالطريقة اللي ترضيك. يعني قصدي ان يبقى في اتفاق. وسام ابو علي فاضل في عقده 4 سنين. هل الاهلي من حقه يطالبه ان هو يلتزم بعقده؟ طالبه ان هو يلتزم بعقده، ماشي. هل من حق وسام ابو علي ان هو يلاقي فرصة احسن ليه ولمستقبله ولنفسه ولعيلته وي 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 حتى لو فاضل في عقده مع النادي 4 سنين؟ حقه برضه. طيب نحقق رغبة ده ازاي في ان هو عايز اللاعب يكمل عقده، ونحقق رغبة ده ازاي ان هو عايز يمشي ما يكملش عقده؟ اتفاق. بسيطة قوي، اعملوا اتفاق. لكن فكرة ان احنا نحاول نقهر اللاعب او نقهر اي انسان على اساس ان انا منظمة كبيرة او جهة كبيرة، وان هو شخص واحد، وان هو في تعاقد بينا فانا هربطه بالعقد ده وهديله على دماغه، الامور ما بتمشيش كده. بالذات في الرياضة. في الرياضة الامور ما ينفعش تمشي كده. لازم يكون رغبة اللاعب، ودي حاجة انا مش بخترعها دلوقتي، دي حاجة منصوص عليها في لوائح الفيفا وفي اجراءات الفيفا وفي حاجات كتير جدا الفيفا بيعملها. رغبة اللاعب مش كلمة يعني جديدة على المجال الرياضي، بالعكس هي حاجة مهمة وأساسية وضرورية، لأن ده نشاط رياضي، ولا هو نشاط مثلا عسكري، ولا هو مثلا نشاط إنساني علشان نفرض مفيش فرض ومفيش حاجة، في اتفاق وفي تسوية. رغبة اللاعب اقنعه، ما انت تقدر تقنعه على فكرة، يعني هي مش عافية، مش لا انت في عقد وهتقعد وخلاص، لا تقدر تقنعه ان انت تديله فلوس زيادة، ان انت تلاقي له اهداف اكبر تناسبه. لو هو عنده طموح تاني اكبر في حتة تانية، حاول تلاقي له عندك في حتتك الطموح اللي يناسبه ويشد شغفه تاني تخليه يكمل معاك. لكن لازم يكمل برغبته، تديله مميزات اكتر ما كنتش مديهاله قبل كده فتغريه ان هو يقعد. ده اتفاق تسوية. لكن بالقهر وبالعافية، طيب انت كنادي مثلا ماشي هتكسب دلوقتي لو انت فرضت عليه وصممت ان هو يكمل عقده غصب عنه، وفرضنا ان اللاعب مثلا ما عملش مناوشات وما قلبش وشه والتزم بالتدريب والتزم ان هو يحافظ على لياقته العالية عشان يفيدك، والتزم بادواره التكتيكية في الملعب طول الوقت عشان يفيدك، والكلام ده كله هيعملهولك، ماشي. طب انت بقى كسبت كده اللعيب ده وكسبت العقد بتاعه ان هو يكمله معاك، على فرض ان هو اللعيب كان كمل بنفس التفاني وبنفس الروح، ما فكرتش هتخسر ايه؟ انت ايه الرسالة اللي بتوصلها كده؟ انت كده بتوصل رسالة للعيبة كلها، ما تجيش تتعاقد مع النادي الاهلي عدد سنين كتير، عشان اول ما رغبتك ما هتتغير النادي الاهلي مش هيسمعك. فبدل ما اللاعب بيجي يمضي معاك 4 سنين و5 سنين وتمضيه 10 سنين حتى لو عايز، وكل فترة تحاول تراضيه او تقنعه او هو يقنعك او تبقى الامور بتمشي باتفاق والتسوية، يا باشا لا انا مش همضي النادي الاهلي لا مش همضي معاه غير سنتين ونجدد كل سنتين. هل ده وضع حلو ومريح للنادي؟ لا. ممكن يكون مريح للعيب اكتر، النادي بيبقى عايز التعاقدات بتاعته مستقرة، ما جيش كل فترة توقف او كل صيف او كل شتاء اشوف التعاقدات واجري 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 والحق. لا انا عايز تعاقدات مستمرة فترات طويلة. خسر النادي الاهلي اوريدي قبل ده من كده في قصة عبد الله السعيد، برضو اصر يقهر اللاعب وقصة العقد ومش العقد. حصل ايه بعد كده في الاهلي لو حد بقى بياخد باله؟ شوف رامي ربيعة عمل ايه.
شوف مين لما جه يجدد، يا تدوني اللي انا عايزه يا همشي. حصلت كذا مره، مين مش بحضرالي بس الاسامي، من ساعه عبد الله السعيد. خلاص اللعيبه فهمت النادي، خلاص انا مصلحتي وادور على مصلحتي. ومين اكرم توفيق مثلا، ومين كذا حد. فقصة ان الاندية، ان اللعيبة كانت خلاص عارفة ان الاهلي مثلا مش هيجي عليها او مش هيقهرها او هيحترم رغبتها، فكانوا يجوا يمضوا على بياض او انت زلت دي خلاص. انت هتخلي اللاعب هيجي هيعوز هو يبقى الابر هاند، مش هيسمح لك انت. فوصل الرسائل صح، في حين ان انت لو احترمت رغبة اللاعب ومشي اللاعب، انت استفدت ماديا واستفدت كاستقرار ان فريقك مستقر، ما يبقاش نجم الفريق. يعني الفريق ده فيه كام نجم؟ نجمين ثلاثة، زيزو مثلا وامام واسامه ابو علي، مش قالب وشه و فقصدي ان انت يعني هتبقى كسبت الحاجات دي. اهم حاجة هتبقى كسبتها ان انت بتوصل رسائل صح، ان انا كنادي بحترم رغبة اللاعب، حتى لو عقدك معايا فيه كذا سنة نقدر نقعد ونتفق. ومن حقك يا لعيب تقدر تقعد معايا على الترابيزة وتقول لي انا مش عايز اكمل، مش هسلمك للجمهور، مش هقول عليك خاين، مش هقول عليك ندل، مش هقول عليك كذا كذا. هحترم رغبتك وهنقعد نتفاوض ونشوف هنتفق على ايه اللي يرضيني ويرضيك. دي الرسالة صدقني اللي انت كجهة رياضية ومؤسسة رياضية عايز توصلها، مش العكس. على فكرة حتى في اوروبا كمان بيحصل كده. رغبة اللاعب حاجة مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها التزم بعقدك. ماشي انا عايز التزم بيه، ولو كمل يعني هلتزم بيه، بس انا جاي اقول لك ان انا مش عايز اكمل عقدي اصلا. تقول لي انت التزم بعقدك، اذا كان انا جاي بقول لك ارجوك لو سمحت عندي رغبة وعندي مصلحة تانية ان انا مش عايز اكمل عقدي، لو سمحت تعالى ننهيه. فما تقولوش انت بقى لا التزم بعقدك. انت هو اصلا جاي يتكلم في عكس كده. فانت بقى ان انت تشوف طريقة تتفاوضوا بيها تنهوا العقد من غير ما انت كمان كجهة رياضية او كنادي تكون اتضريت او اتأذيت. بسيطة. لكن ان انت بقى تحاول تفرض عليه وتحاول تقهره وتحاول ان انت تسلمه للجمهور وتحاول تزعجه وتضايقه وتبتدي تخصم منه، يعني ده هيوصلك لايه؟ بتكسب ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، بالعكس بتخسر. في الاخر لعيب امتد التعاقد معاه، نقص التعاقد معاه، هو في الاخر لعيب. كان معاك وسام ابو علي وما قدرتش مثلا تطلع من المجموعات. يعني قصدي الانتصارات هتيجي والهزايم هتيجي وفلوس هتكسبها وفلوس هتخسرها وحاجات هتسيبها وحاجات هتاخدها. انت ممكن تسيب حاجة وتكسب قصادها حاجة. نفسي النادي الاهلي يعمل كده، سيب حاجة واكسب قصادها حاجة، انما كل حاجة بالعافية بالعافية بالعافية، بالذات في التعامل مع البشر والعقود. بلاش حتة القهر وحتة ان انت تزنق واحد يتصرف تصرف معين ضد صالح مستقبله عشان خاطر مصلحتك انت. بس ده وجهة نظري في قضية وسام ابو علي وقضية اي لعيب تاني ممكن يكون عنده نفس المشكلة، اي انسان عموما.